أعلن نوفل بن موسى المعروف باسم صوفيا الطالوني عن توبته بطريقة مؤثرة خلال حفل افتتاح فرع جديد لمصحة التجميل صوفيا كلينيك في اسطنبول تركيا. وظهر بن موسى على منصة الحفل بشخصيته الجديدة، مؤكدا تخليه عن التغييرات التي أجراها على جسمه وشعره ليعود إلى طبيعته التي ولد عليها. ونشر بن موسى صورة له على حسابه الرسمي في انستغرام دون أي تعليق، مما أثار الكثير من التكهنات بين متابعيه حول ما إذا كانت الصورة جديدة أم معدلة بالذكاء الاصطناعي. انهالت عليه التهاني والتمنيات من قبل الأشخاص الذين رجحوا أن بن موسى قد قرر العودة إلى حياته الطبيعية والتخلي عن التحول الجنسي. هذا الإعلان أثار ضجة واسعة بين متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد منهم عن سعادتهم بهذا القرار ودعمهم له في المرحلة الجديدة من حياته. وقد أكد بن موسى في كلمته أن هذا القرار جاء بعد تفكير عميق، وأنه يسعى لتحقيق السلام الداخلي والرضا النفسي. تحول حفل الافتتاح إلى منصة للتعبير عن الدعم والتقدير لصوفيا طالوني، معبرين عن أملهم في أن يجد بن موسى السعادة والراحة في حياته الجديدة.